واش فايت ليك حسيتي براسك كتعطي وكتضحي وكدير المستحيل غير باش ترضي راجلك وتفرحي عائلتك، ولكن في الاخير كتحسي بلي مجهودك ما لقاش واحد التقدير اللي كيستحق؟ واش كتحسي بلي مع الوقت وليتي تحصيل حاصل والناس تعودوا على العطاء ديالك لدرجه تنساو بلي حتى نتي عندك احتياجات؟ بزاف منا كيسحاب لينا بلي باش نكونوا محبوبين عند الناس خاصنا ندوبوا في الاخرين، نعطيو كل طاقتنا ليهم، ولكن الحقيقه هي العكس تماما. اليوم غادي نهضروا على واحد السر اللي غيغير حياتك 180 درجه، كيفاش تستثمري في نفسك اولا، وباش هذا الاستثمار هو اللي غادي يخلي قيمتك والهمه ديالك تطلع عند راجلك وعند عائلتك وحتى قدام الناس. خليك معايا حتى لاخر الفيديو، حيت هاد النقط اللي غادي نشارك معاك اليوم ماشي مجرد نصائح، بل هي اسلوب حياه غيخليك تعيشي ملكه في دارك. اهلا ومرحبا بكم يا احلى ياقوتات ديالي، مرحبا بكم في القناه قناتكم. مرحبا والف مرحبا بالمشتركات الجدد عندي في القناه، مرحبا بالاخوات القدامات اللي دائما كيشجعوني وكيدعموني بالضغط على زر لايك، زر اعجاب، مشاركه عندي في القناه من شحال هذه، كيخليو لي تعاليق ولو غير وريضه غير قليب وما يخليونيش بلاش. شكرا لكم من القلب. اليوم غادي نبداو بالنصائح اللي غادي يخليوك فعلا انك تستثمري في راسك. اولا تولي عندك واحد القيمه كبيره وتولي عندك واحد الثقه كبيره في راسك اللي تقدري تستغني على الجميع. اول حاجه غادي نطرق ليها معكم هما العقد النفسيه. ما كاينش اللي ما كيعانيش من عقد نفسيه اللي مسيطره عليه على حياته. هاد العقد النفسيه ماشي عيب، العيب هو اننا ما نتعايشوش معها. هو العيب هو اننا ما نصارحوش ذاتنا بداك الشيء اللي كنحسو بيه. ماشي انت عندك واحد الحاجه وضاغطه لك على حياتك واحد النقص، راه العقد راهم نقص، عندك واحد النقص في حياتك وكتدرقيه، بحال عندك واحد العيب وكترقعيه. لا، هذاك العيب غنحيدو اليوم من الجذر. كل انسان عنده واحد العقده في حياته. مثلا كاين لي واحد انسانه ما كيعطيوهاش الناس قيمه في الحوار، ما كيتشاوروش معاها، كيخليوها اخر من يعلم، واخا الامر يكون مهم جدا وداك الشيء معقدها على انها الناس ما كيعطيوهاش واحد القيمه ولا ما يناقشوش معاه موضوع ولا يكون الناس كيهضروا وفلانه ما تيجبدوهاش كاع في الحوار. وانت عارفه راسك انه وقع لك مواقف اللي خلاوك انك قلتي شي هضره ما كانش خاصها تتقال، قلتي نابورت كوا، يعني شي حاجه ما خاصهاش اصلا تتقال وقلتيها، ما كتعرفيش تهضري مزيان فايت تزلقات لك من فمك شي هضره ما كانش خاصها تتقال في هذاك الوقت. اذا انت عندك واحد النقص، عندك واحد النقص اجتماعي، ما كتعرفيش كيفاش تحاوري مع الناس، او لسانك سليط، نقولها لك بهذه العباره، لسانك تيعقر. هادشي خاصنا نحلوه. ما تبقيش تقولي لا انا صريحه، انا واقعيه، انا اللي في قلبي على لساني. لا، هذاك عيب، هذيك عقده، هذاك واحد النقص، هذاك واحد القمع كان قبل وتصرف بهذه الطريقه. واستسمح من جميع الاخوات اللي تقدر كلمه من عندي انا تضرهم في خاطرهم. لا، انا حسبوني اختكم الكبيره الصغيره، حسبوني شنو ما بغيتو، ماماكم، بنتكم، حسبوني شي واحد قريب ليكم، حسبوني هو داك الضمير ديالكم اللي بعبركم ما غتقلقوا منه ياك. هذاك واحد النقص خاصك تعالجيه. باش غادي نعالجوه؟ كنتي قاريه قراي كتب ديال التنميه الذاتيه، ما كنتيش قاريه سمعي فيديوهات يخليوك كيفاش تطوري من المهاره ديال الحوار. شي المهاره لا كومونيكاسيون، المهاره ديال الحوار، كيفاش حنا نكونوا مستقبلين ديال الكلام، وكيفاش الوقت امتى غيجي الوقت اللي حنا نخرجوا داك الكلام. يعني واحد الفتره كيفاش خاصنا نهضروا، الفتره كيف نسمعوا الناس، ما نقاطعوهم، شنو المواضيع اللي نهضروا معاهم، كيفاش خاصنا نهضروا معاهم، ما الى ذلك. هذا العقده الاولى. العقده الثانيه، كاين شي اخوات العقده ديالهم هي المستوى الدراسي ديالهم، ربما ما حالفاش الحظ انها تكمل قرايتها، فهي تقدر تدابز مع اي واحد يجبد لها هذا الموضوع، اي واحد يقدر يقول لها شي حاجه تهضر معاه بهذه الطريقه هذه. لا، وماشي مهم هي القرايه، والناس اللي قراو اشنو طفروا بها واشنو داروا بها، وهي من داخل قلبها تتقبط كيتعصر على هاد العقده اللي عندها،
يعني العقده ديال انها ما كملتش قرايتها اولا انها ما قرياش. كاين الحل، صارحي نفسك، قولي انا علاش ما كنبغيش نجمع مع مثلا جاراتي ولا نجمع مع صحاباتي في الخدمه ولا هذا، علاش؟ حيت انا مثلا ما مكملاش الدراسه ديالي لواحد المستوى، مثلا ما عنديش الباك، سيري لا دفعي باك حر وخديه، وراه ساهل، والدروس على اليوتيوب، وغادي يعطيك واحد الفرصه اخرى، واحد البوابه جديده على الدنيا. شديتي الباك ديالك ما كملتيش قرايتك، وتبارك الله الناس اللي كتعارفي معاهم اولا مثلا المستوى اللي كتعيشي فيه، واخا عندك الفلوس ولكن النيفو ديالك هابط في المستوى الدراسي، تقدري تكوني كتحاوري ولا هذا، ولكن اخت ولا اخ يزرب عليك واحد شويه بالفرنسي تبلوكاي، شويه بالانجلي تبلوكاي، يعني نتيا عندك واحد المشكل في اللغه ولا مشكل في مستوى دراسي. حلي هاد العقده، فكيها. عندك مشكل ما كملتيش قرايتك، سير على تقيدي في الكليه تبارك الله موجودين في المغرب، والدراسه بالمجان وما كاينش تعقيدات، وخدي الدومين اللي بغيتي وماشي ضروري الحضور، والدروس موجودين على اليوتيوب والانترنت عامره بهادشي. على اللي بداي عندك مشكل في اي مستوى، ما قريتيش كاع، ما قريتيش، ما دخلتيش للمدرسه، بداي تقراي مع وليداتك، اول دري يقرا يدخل عندك التحضير الاول سي بي، بداي معاه. ما يمكنش ما تكونيش كتعرفي الحروف، ما يمكنش ما غتكونيش كتعرفي التشكيل ديال الحروف، بداي معاه دفعي السادس حر، المستوى السادس ابتدائي حر، قراي مع ولدك، قراي معاه من الاول، في الثالث في الرابع بداي تقراي معاه دوك الدروس وراجعي معاه، ولا كانت اختو كبر منه ولا شي واحد كبر منه تشرح لك، حلي عقلك انت، دفعي السادس. من موراها لا راه ولدك غادي تيكبر، عندك الحق ان من مورا 3 سنوات دفعي عامين دفعي الثالثه اعدادي حره، التاسعه حره. قراي مع ولادك، قراي مع ولاد جيرانكم، قراي مع خوتك الا كانوا صغار وانت ما قريتيش، شدي التاسعه. من مورا عامين عندك انك تدفعي البكالوريا حره، حتى هي لاله تعافري معاها، صافي حاولي تقطعي معاها، ولا تجيبي غير داك المعدل، ولا تجيبيها بالاستدراكيه. عندك هاد العقده ضروري خاصك تفكي معاها. يعني هادشي كيفاش؟ ان عندي واحد العقده، خاصني نتصالح مع ذاتي، راه ما يمكنش انا باغا ندير واحد الاستثمار في ذاتي، انا باغا نعطي واحد القيمه لراسي، وبغيت الناس يعطيوني قيمه وانت ما عاطيهاش لراسك حيت كيبانوا فيك عيوب. عندك مشكل في الجسم ديالك مثلا، عندك واحد الغلظ في الجسم ديالك ما كتبغيش بنادم يهضر لك عليه، غير تكونوا في شي مجمع يهضر لك شي واحد صافي كتزيري، صافي ما كتولي باغا غير تخرجي، كتخنقي، ما كتحمليش بنادم يجبدو غير هاد الهضره، ما كيعجبكش. لا الوقت كله ديالك، ديري فيديوهات على اليوتيوب بحركات، ديري الكارديو غير واحد الحركات كيقويو العضلات ديال القلب، ما كتبقيش تهجي في الدروج، الفورمه ديالك كيولي عندها واحد الشد. يعني الا كنتي ما باغا لا تضعفي لا تضعفي لا تغلطي لا والو، تستعملي الكارديو، تبعي ريجيم، ديري صيام متقطع، ديري واحد الحاجه في حياتك. شتي غير ملي كتشوفي هذاك التغيير راه نجاح بالنسبه لك، وما تخليش شي حاجه معقدك في هاد الدنيا، وحتى حاجه عباد الله ما كتستاهل. انت الذات ديالك خاصك تشوفيها احسن ما يكون، شي احسن ما يكون هي احسن ما يكون. شعرك معقدك، ديما مشاكك، ديما ناشف، دير واحد التوفير ديال الميزانيه، بروتين ب1000 درهم اولا ب800 درهم يولي مسبسب بحال الحرير، تولي غير دايزه وكتشوفي في المرايات، فين ما دزتي عندك المرايات. هذه عقده ديالك ديال شعرك، تقولي لا انا محجبه، ولكن الا مشيتي عند الناس وكانوا غير عيالات ما تقدريش تحيدي الشال ديالك. علاش؟ حيت شعرك ما مقادش، شعرك ما ماشي هو هذاك. على حنا علاش كنوفروا من هذه الميزانيه وعلاش دايرين هذا الاقتصاد؟ غير باش نتنفعوا في داك الفلوس، بلاصه ما يمشيو لنا غير في الماكله نديروا بهم حاجه اخرى كيف ما بغيت تكون. هذه عندك واحد العقده حيديها. عندك واحد ليطاج في الجسم ديالك ما كتحسي براسك ماشي مرتاحه مع راجلك ولا شي حاجه، خدمي على هادشي، شوفي وصفات، شوفي شي حاجه. انا بغيتك تشوفي في المرايه تقولي واو، واو من كل شيء، واو من كل شيء، من اللباس، من الجسم، من المظهر ديالك، من العقل، من كل شيء. ملي غتبداي انت تخدمي على ذاتك، تبداي تخدمي على راسك، انت دايره مشروع، المشروع ديالك هو نفسك، انت مشروع نفسك، انت مشروعنا شنو كيديروا لي؟ راس المال، انت هي راس المال، تخدمي عليه في الصباح وتمشي وتجري وتقداي وهذا، انت هي راس المال. انت بداي قولي انا شنو النقص اللي فيا، شنو المشكل اللي عندي في حياتي، شنو اي حاجه تقولي المشكل اللي عندي انا في حياتي، ولادي ما كيتصنتوش ليا، سيري لا قراي،
ما بغيتيش تقراي تصنتي الفيديوهات ديال الاخصائيين النفسيين كيفاش كنتعاملوا مع الوليدات. جربي طرق، جربي اساليب. العقده اللي عندك في حياتك هو راجلك دائما ما كيتشاورش معك، دائما حتى اخر من يعلم هي نتيا. تقدر تجيك الاخبار من عند مرات صاحبه، حيت هو كيتقول صاحبه تيقول لمراته، حتى كتجيك الاخبار، تجيك الاخبار من عند اختو، تجيك الاخبار من عند مرات خوه، هي اللي تقول لك الاخبار ديال راجلك. هاد المساله معقداك ما كتحمليهاش، بداي لاله كتخدمي عليها بشويه بشويه. كوني انت الصديقه المقربه من الزوج ديالك، خلي فتحي ليه واحد المجال انه يجي يعاون لك وهادشي بشويه بشويه. راجلك ما تبقاي سد عليه مزيره، اعطيه واحد الثقه، اعطيه واحد المسافه، هو غيولي يجي يقلب عليك، هو يجي يتشاور معاك. الا كان كتعرفي تهضري بشويه ولسانك يكون انثوي، هضرتك تكون ديال الانثى، ماشي كتجعوقي في الدار. المراه راه ما كتكونش بحال هكاك، المراه تنشوفوا فيها كنسمعوها تنعرفوها راها مراه ماشي راجل. مشيتك، لباسك، صوتك، شعرك، ذاتك تكون انثى. بعدي من هاد الاساليب ديال الرجال وتباني انت هي اللي حاكمه الدار. لا لا، الرجال ما كيبغيوش راجل معاهم عايش معاهم في الدار. اي حاجه كيديرها راجلك ديري العكس ديالها. راجلك تيلبس مثلا واحد اللباس هكا، حنا كنهضروا على الدار، ما كنهضرش على برا الدار. يلبس مثلا واحد اللباس طويل ولا يلبس هذا، انت لبسي لاله قصير، تيغوت هبطي من صوتك. تيمشي كوغاكت، كيمشي مقاد، سيري لاله وانت كتمايلي. راجلك يلقى يلمس فيك واحد الاختلاف، يولي يرتاح يهضر معاك. كلمة عندك الحق صدقيه هي الاول، واللي قال لك لاله قول لي عندك الحق. والله الا فكره زوينه هذه، عندك الحق، عرفتي ما طاحتش لي على البال. جاب لك تقديه، سخرتي، جاب لك واحد الحاجه، والله الا همزه هذه احسن ما درتي. كنت واجي يجيب لك واحد الحاجه ما تكونيش مشهياها، غير قوليها والله الا كنت مشهياها بخاطري فيها، سير الله يسر لك، الله يطول ليا في عمرك ويخليك ليا. ديما سبقي الكلمه الزوينه. راه حتى هذه عقده، راه كاين المراه اللي راجلها ما تيتسوقش ليها. يعني هاد العقد اللي عندنا في حياتنا نحيدوهم، سواء على المستوى الدراسي، سواء على المستوى الاجتماعي، سواء على المستوى الفيزيائي كنقصد به الشكل. هاد العقد خاصنا نحيدوهم، خاصنا نستثمروا في ذاتنا. صارحي راسك، حتى شي واحد ما كيسمعك، هضري مع راسك، خدي غير 10 دقائق، قولي شنو الحاجه اللي كتخليني ما مرتاحاش انا كل نهار، شنو المشكل اللي عندي في حياتي، وتالي انا غنبقى على هذا الحال. هادشي حتى هو خاصك تصارحي به ذاتك، وان شاء الله غتبداي تخدمي عليه. الا بغيتو تراسلوني تخليو لي تعليق، تقولي لي شنو المشكل اللي عندك، انا نعطيك على الطريقه كيفاش تتعاملي معاه. المهم انك غتجاوزي هادشي، شهر شهرين حتى العام عامين، غتولي تنفسي واحد النفس زوين، وغتقولي شتي انا عاجبني راسي، انا إنسانة سوية فكريا، أخلاقيا، جسمانيا، أنا للاهم، أنا ما فيا حتى مشكل. كنتمنى أن النصائح ديال اليوم ديروا بها، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الا وصلتوا حتى لاخر الفيديو ما تنساوش تخليوا لي تعليق فيه كملت الفيديو. وشكرا لياقوتات ديالي الفنات، واستسمع واعتذر الا قلت لكم شي حاجه قصحاتكم ولا شي حاجه ما كانش خاصها تقال، اولا هضرت معكم بواحد الاسلوب اللي قاصح شويه. نفسي عليكم، وما نبغيش شي انسانه تكون الصحه النفسيه ديالها كتدمر نهار على نهار والحل بين يديها وهي ما دايرهاش. نهار على نهار خاصها تسمع شي هضره اللي ما خاصهاش تسمعها، نهار على نهار راجلها كيعيب ليها شي حاجه في الجسم ديالها. انا ما كنقولش لك قادي راسك من ناحيه الزوج ديالك، قادي راسك باش انتي تعجبي راسك، عجبي راسك قبل ما تعجبي الزوج ديالك. كنتمنى ديال الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى الفيديو مقبل ان شاء الله، الى موضوع مقبل ان شاء الله، الى الملتقى يا قوتاتي الغاليات.